سلام المسيح. على الأغلب ما دريتوا باللي صاير مؤخرا بمسيحيين سوريا، لأنه الإعلام العربي طبعا بيتكتم على هالنوع من الحوادث. بصحنايا بريف دمشق، مثل كل المناطق اللي فيها أغلبية مسيحية، عم بيفوتوا إسلام تحت مسمى الأمن العام، وتحت مسمى أنه هن حماة الوطن واللي حرروا الوطن، ويعيثوا بهالمناطق فساد، بيقتلوا بيخطفوا بيشبحوا، بيعملوا اللي بدهم إياه. بصحنايا قبل يومين أب اسمه لؤي شحادة ماشي هو وبنته طفلة وابنه أخوه للطفلة، بيمرق مسلم من الأمن العام وبيلطش البنت. بيلطش يعني بيتحرش لفظيا بالبنت، يعني بيحكي معها حكي وسخ على مسمع أبوها وأخوها. طبعا مثل ما بنعرف عن معظم المسيحيين، نحن لا ديننا علمنا نسكت على هالنوع، ولا عنا نسوان كانوا بالمخيمات رجال تطنش عنهم ليقبضوا مصاري، ولا عنا حدا بيدفع مهر لقاء بنت لحتى نطنش. فمنا متعودين على هالأجواء القذارة تكون لا بشوارعنا ولا ببيوتنا. الأب ضرب الشخص اللي تحرش لفظيا ببنته ببساطة، راح رجع جايب مصفحات، آلات عسكرية، أعداد كبيرة، حاوطوا صحنايا وأخذوا أبو الطفلة. الأمن العام أخذوا أبو الطفلة وشخص تاني واقف بالطريق ما له علاقة بالموضوع، على أساس بدهم يحققوا معه. وتحولت القصة من تحرش بطفلة لإثارة للفتنة، لنعرة طائفية، لأنه كونه هداك مسلم، أنت كيف كمسيحي بتضرب مسلم حتى لو تحرش ببنتك قدامك؟ وصولا لبعدين حولوها انه هذا استهانة بالسيادة تبع الدولة، كونه هدول بيمثلوا الدولة الجديدة بسوريا، ما شلحوا داعش ولبسوا لنا نفس الدين ونفس الله بهذا الشيء. المشكلة بالموضوع انه الاب لساته موقوف. راح خوري البلدة لحتى يحاول يطالع الاب ويهدي النفوس، قلعوه. الخوري اسمه بشار قرع. الاب مرة تانية اللي بيحب يدور عليه له اي شحادة، قلعوه الامن العام بدون أي اعتبار، لا لرتبة كهنوتية ولا لأي شيء. خلص هن حرين، هاي البلد بشبحوا فيها مثل ما بدهم. ليه عم يصير هالأمور؟ قرروا إسلام سنة سوريا إنهم هن عندهم هالفترة قاعدة بدهم يمشوا فيها على خطى رسول الله. رسول الله قدوتهم شو عمل؟ شو إنجازاته بحياته؟ تحرش بطفلة عمرها 6 سنين، واستحلى مرت ابنه بالتبني، خلاه يطلقها وأخذ له إياها. وكل ما بيشتهي مرة بيقول بدك توهبي نفسك للنبي. فهن هدول على خطى هذا النبي، فكل ما شافوا وحدة بيتخيلوا حالهم إنه لازم هن يتحرشوا فيها، يضايقوها، وصولا لأنه أوقات يخطفوها على هوا كل واحد منهم، وقديش هي البنت مثلا بحماية أهلها، قديه هو الفرصة سانحت له، لأنه هو أخلاق ما في، دين ما في، إيمان بإله ما في. فهو كل وحدة بالبلد بقى ورضا ربنا عنا وحمايته لإلها منهم. المسيحيين اليوم عم يدفعوا ثمن كتير كبير بسبب تخاذل رعاتهم. لا خلوهم يسافروا، لا طلبوا لهم بحماية دولية، لا طلبوا لهم بسفر وهجرة للمسيحيين وحماية للمسيحيين. فطبيعي يدفعوا هذا الثمن، طالما الشعارات كلها نحن وياكم إخوة واحد وربنا واحد والله واحد، رح يضل المسيحي يدفع أثمان كتير باهظة أشك إنه بيقدر يتحملها. إلى وقت يفيقوا مسيحيي سوريا من الغيبوبة اللي هن فيها، ويعلنوا إنهم ما بيعبدوا الله. هذا الله اللي هو الشيطان المزيف مرسل محمد مانو معبودنا، مانو إلهنا. أدخلوا اللفظ لحياتنا من 1000 سنة كمسيحيين، أدخلوه للكتاب المقدس بتعريبه من حوالي 200 سنة. قبل لا كان مسيحي ولا المسيح ولا التلاميذ يعبدوا هذا المسمى الله. طالما بدكم تعبدوا معه نفس الإله نفس الله، بدكم تذوقوا مما أعد الله إلكم وإلن من هلاك، من تعذيب، من إذلال ومن غيرها. بس يقرر مسيحي سوريا ومسيحي الشرق الأوسط بشكل عام يعلن أنه هذا الله ما إلهه
وقتها بتكون تابع لإله حقيقي بيحميك وبيرفعك بيعز مكانتك وبيمنع هالحشرات وهالقذرات من إنن يتسلطوا عليك. سلام المسيح.